هذه الفقرة برعاية منظمة شار للتنمية ضمن نشاطات مشروع الشيان. من جديد يسعد صباحكم مستمعينا عبر الموجة 103.5 واكيد كل اللي عم يتابعونا عبر صفحتنا على الفيسبوك عبر البث المباشر بويار عربي. رجعنا لنكمل فقرات عطر الصباح ونحن ضمن الفقرة الحوارية. يعمل في مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا المئات من وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية، وساهمت غالبية تلك الوسائل في نقل ما يجري في مناطق الإدارة الذاتية وتجربتها السياسية الفريدة في ظل الأزمة السورية. هذا غير الجانب العسكري المرتبط بقوات سوريا الديمقراطية وهزيمتها لأعتى تنظيم إرهابي عرفه العالم، تنظيم داعش. وكانت هناك وسائل إعلامية أخرى لا تتقيد بقوانين الإعلام العالمية وميثاق والعهود الإعلامية الدولية، ولا حتى بقانون الإدارة الذاتية القديم الخاص بالإعلام، وعملت على صنع تقارير غير مهنية ونقل أخبار كاذبة ومسيئة، وحاولت تشويه التجربة التي تديرها كافة مكونات المنطقة. في المقابل عملت مديرية الإعلام في الإدارة الذاتية على كتابة وصياغة قانون جديد للإعلام، وصادق المجلس التشريعي على هذا القانون، ومن ثم أصدرت مديرية الإعلام اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون الإعلام لتسليط الضوء على الواقع الإعلامي في مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ومناقشة بعض النقاط الهامة حول قانون الإعلام واللائحة التنفيذية. سيكون معي اليوم ضيفي في الاستوديو الصحفي جندي خالدي رئيس تحرير راديو فون ورام اف ام، والسيدة أفين يوسف الرئاسة المشتركة لاتحاد الإعلام الحر. أهلا بكم ضيفي العزيزين في استوديو بوير اف ام. أهلا بك. بداية رح بلش من عندك زميلي جندي. فضل. قراءة سريعة لواقع الإعلام في مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا. نعم، واقع الإعلام في شمال وشرق سوريا طبعا بداية منذ تأسيس الإدارة الذاتية وتأسيس ما يعني كان في شيء اسمه هيئة الإعلام، بعدين صار في شيء اسمه مكتب الإعلام ومجلس الإعلام. يعني هناك مثل ما بيقولوا مراحل معينة لتأسيس العمل الإعلامي من الناحية الإدارية إذا بدنا نحكيها. لكن الإعلام طبعا وجد مع وجود الحراك السوري منذ العام 2011. ظهرت يعني ظاهرة المواطن الصحفي. بعدها أصبح هناك وسائل إعلامية مختلفة للإعلام الحكومي أو الإعلام النظامي. الواقع الإعلامي حاليا بشمال وشرق سوريا طبعا مثل ما قلت هناك كان في مراحل معينة. كان الهم الأساسي بالنسبة لنا كإعلاميين للمنطقة أنه أولا أن لا يكون هناك انتهاكات ضد الصحفيين قدر الإمكان، بوجود مثلا اتحاد الإعلام الحر ونقابات اتحادات الصحفيين الموجودة بالمنطقة سواء كانت مستقلة أو حزبية أيضا. نعم. بالدرجة الثانية صار في اهتمام أكثر بمسألة أنه كيف سنحارب التطرف الموجود في المنطقة بعد يعني دخول داعش إلى المنطقة بشكل عنيف جدا. يعني الموضوع الثالث والأخير ممكن كان يكون المهنية، يعني كيف الآن ممكن يكون التركيز على المهنية، كيف نستطيع أن نركز على المهنية في العمل الإعلامي وأن نكون قدر الإمكان حياديين في مسألة الطرح الإعلامي أو هكذا. الأمر الرابع والأخير هو موضوع أنه أن نقلل من خطاب الكراهية الموجود أساسا ما بين وسائل الإعلام الحزبية. يعني من زمن بعيد كانت هذه الوسائل الإعلامية هي لم تكن وسائل، عبارة كانت عن منشورات حزبية وإلى ما هنالك وجرائد حزبية كانت تمارس خطاب الكراهية بشكل شديد. يعني كنا نحاول ولا زلنا نحاول كوسائل إعلامية مستقلة أن نخفف من حدة خطاب الكراهية الموجود. الواقع الإعلامي في شمال وشرق سوريا حاليا ليس سيئا، لكن لا نستطيع أن نقول أنه جيد أيضا. هناك بعض الأمور يجب أن يعني تحدث سواء كان من قبل الصحفيين أنفسهم أو من قبل وسائل الإعلام أو من قبل السلطة أو الإدارة الذاتية الموجودة التي يجب أن تتعامل مع الصحفيين بشكل أفضل مما تتعامل به حاليا معهم.
سؤال موجه لك سيدة أفين، كنقابة صحفية رسمية اتحاد الإعلام الحر، لو تتحدثين لنا سريعا عن واقع الإعلام في مناطق الإدارة الذاتية. بداية صباح الخير. طبعا ذكر زميلي مراحل تطور الإعلام في مناطق شمال وشرق سوريا. بداية أحب أن أنوه أن أول مؤسسة تم إنشائها كانت هي اتحاد الإعلام الحر. تم تأسيس اتحاد الإعلام الحر في عام 2012 بداية الأزمة السورية، يعني أي قبل تأسيس الإدارة الذاتية. لذلك كانت هي التي تعطي التراخيص وتنظم العمل الإعلامي في المنطقة بسبب الفوضى الإعلامية التي حصلت من المواطن الصحفي أو المؤسسات الإعلامية التي كانت تحاول تغطية الأحداث في مناطق الجزيرة بشكل خاص. تم تأسيس الاتحاد وتم تنظيم العمل الإعلامي بطريقة ما عن طريق هذا الاتحاد بمنح التراخيص للمؤسسات الإعلامية والمهمات الصحفية للصحفيين. واقع الإعلام حالياً أنا ألاحظ تطور نوعاً ما، لكن هذا التطور أحياناً يتم يعني استغلاله بطريقة سيئة. التطور الذي أتحدث عنه هو الحرية الصحفية أو الحرية الإعلامية الفضفاضة نوعا ما. القانون أيضا كان القانون نوعا ما كان بسيط وضعيف، لذلك تم تعديله. القانون الذي صدر عام 2015 من قبل المجلس الأعلى للإعلام كان فيه ثغرات كثيرة لا يمكن التعويل عليها أو الاعتماد عليها في تنظيم العمل الإعلامي. لذلك ارتأينا أن يكون هناك تعديلات في هذا القانون، تعديلات وفق القانون الدولي وأيضا وفق المواثيق المهنية الموجودة عالميا. حاولنا قدر الإمكان الاستفادة من القوانين الدولية كالقانون الفرنسي وأيضا القوانين العربية كقانون الجزائري، القانون التونسي وقانون المصري وأيضا القانون السوري. أيضا أخذنا كل البنود التي يمكن الاستفادة منها في مناطقنا، يعني التي توازي الحالة المجتمعية في منطقتنا، وتم إصدار هذا القانون بعد عامين من العمل على هذا القانون. طبعا يبقى الأمر في آلية تطبيق هذا القانون. طبعا اللائحة التنفيذية لم يتم المصادقة عليها حتى الآن. تم النقاش حول هذه اللائحة التنفيذية مع الصحفيين على تطبيق زوم. أيضا القانون نفسه تم النقاش عليه في عدة جلسات في كل المناطق الموجودة في شمال وشرق سوريا مع الإعلاميين، وأيضا تم إرسال نسخ لبعض الإعلاميين الأكاديميين لإبداء آرائهم. حاولنا قدر الإمكان أن نأخذ آراء مختلفة من جميع الجوانب، من جميع التوجهات، لكي نصدر قانونا طويل الأمد ويمكن التعويل عليه والاعتماد عليه لتنظيم العمل الصحفي ومنع الانتهاكات أو الحد من الانتهاكات التي ممكن أن تحدث من قبل الصحفي أو على الصحفي. الواقع الإعلامي بشكل عام حالياً يمكننا أن نقول أنه أصبح بمستوى جيد نوعاً ما، لكن ما زال تطبيق القانون يشكل عائق قليلاً. هناك بنود يتم تجاوزها إن كان من قبل وسائل إعلامية كخطاب الكراهية الذي ذكره الزميل، وأيضا من قبل بعض الصحفيين يستخدمون بعض المواد الإعلامية ضد المنطقة. أيضا يعني هناك عدة نقاط يتم تجاوزها، تجاوز النقاط الموجودة في القانون، خطاب الكراهية، الفتنة، بث العنصرية والتطرف. سنتعمق أكثر بهذا الموضوع سيدة أفين لاحقا. أستاذ جاندي، هنا أود أن أسألك، هل فعلا سيكون هذا القانون لصالح الإعلام وتطويره؟ أهم المشكلات والسلبيات التي تراها في العمل الإعلامي في مناطق الإدارة الذاتية؟
بطبيعة الحال قانون الإعلام القديم كمان اللي تم إلغائه، اللي صدر عام 2014 15. هذا القانون كمان كان جيد جدا يعني. نعم. المشكلة ليس بنص القانون دائما، يعني مثل ما تفضلت زميلتي أبين يوسف، أنه المشكلة دائما بالتطبيق. كيف آلية التطبيق؟ دائما الإجراءات واللوائح التنفيذية تكون أهم من القانون نفسه يعني. هذا الشيء مهم. الشيء المهم اللي أكثر أهمية هو موضوع كيف تلزم سواء كانت الإدارة الذاتية أو الوسائل الإعلامية بتطبيق هذا القانون. يعني هناك مسؤولية اسمها المسؤولية الاجتماعية على كل وسائل الإعلام وعلى كل الإعلاميين، أنه كيف أنت كإعلامي وكصحفي تطالب بحقك، سواء كان بمواجهة موانع تفرضها السلطة أو موانع يفرضها أي شخص أو أي وسيلة إعلامية أخرى. هذا الموضوع كتير مهم، أنه كيف نحن كصحفيين وكإعلاميين نلتزم بتطبيق هذا القانون. بالنهاية هذا القانون مثل ما شرحت زميلتي أبين مشكورة، أنه تم طرحه على مجموعة كبيرة جدا من الصحفيين والإعلاميين، وتم عقد ورشات وجلسات وتم أخذ الآراء. بالنهاية تم تغيير بعض الأمور، لم يتم تغيير بعض الأمور، لكن هذا القانون بشكل عام بهيكله العام يعني نسبة الموافقة عليه أكثر من 90 أو 95% فينا نحدد هذا الموضوع. المشكلة دائما بالتطبيق. كيف أنت ستفرض هذا التطبيق على موظفي الإدارة الذاتية اللي بعض منهم مثلا بيتعاملوا مع الإعلاميين على أساس حزبي؟ يعني الوسائل الإعلامية الحزبية دائما المعلومات عندها متوفرة، لكن الوسائل الإعلامية المستقلة بتتعب كثير لحتى تحصل على هذه المعلومات. كيف بدنا نوصل لموضوع انه يكون في مساواة بحق الحصول على المعلومة؟ هذا رح نحكي فيه بعد شوي. هذا هو المهم. التطبيق مهم، مو بس لأن القانون جيد جدا. أكيد راح يكون في سلبيات، ما في قانون كامل نهائيا، لكن في أمور كثير إيجابية تم من خلال هذا القانون. موضوع دعم الوسائل الإعلامية نعم. فترات معينة لما بيوقف التمويل عنا، لأنه المشكلة الأساسية بوسائل الإعلام المحلية الخاصة هي مسألة التمويل. هاي نقطة كثير مهمة. كمان موضوع الحريات وعدم التعرض للصحفيين ويعني إيقاف أو الحد من الانتهاكات كان موجود بشكل جيد بهذا القانون، وهذا كان من الإيجابيات بصراحة. في الجزئية ذاتها زميلي جاندي، هل سيكون القانون مطبق على الجميع؟ أقصد أن لا تكون هناك استثنائيات. نأمل ذلك. يعني أنا بتصور أنه هذا القانون لما بيكون على أساس عام، يعني شمال وشرق سوريا وكل الصحفيين مشاركين فيه، بتصور أنه لازم يطبق. يعني يجب أن يطبق. نحن ما فينا نتنبأ بالمستقبل. يا ريت لو يطبق، يعني فينا نتمنى بس. يا ريت. سيدة أبين، أود أن أسأل، أنتم كنقابة صحفية ما هي أدواتكم للدفاع عن حقوق الصحفيين الإعلاميين؟ نعم، نحن عندما تأتي إلينا شكوى معينة من قبل صحفي أو وسيلة إعلامية نخاطب الجهة المعنية التي يعني تم رفع الشكوى ضدها. نتواصل بشكل مباشر معهم عن طريق كتاب خطي من اتحاد الإعلام الحر، نوجهه للجهة المنتهكة إذا صح التعبير. طبعا هذه الجهة في حال تم الرد علينا يتم النقاش وديا بين الطرفين، المشتكي والشاكي، ويعني قدر الإمكان نحاول الحد من أي انتهاك قد يحصل. معظم الانتهاكات التي وصلت إلى يدينا من قبل مؤسسات الإدارة الذاتية أو الجهات المعنية كانت انتهاكات بسيطة، واستطعنا حلها بشكل ودي، حتى أن بعض الجهات قدمت اعتذارات بخصوص هذا الشيء. يعني دائما هناك مشكلة لدينا في تقديم الشكوى. أحيانا تأتينا شكاوي هي بالأساس ليس لها قاعدة يستند عليها. يعني الشكوى تكون مثال، سأذكر مثال لتفهميني. مثال صفحة فيسبوكية تشهر بأحد الصحفيين. طبعا الصفحة الفيسبوكية هي صفحة وهمية غير معروفة. نحن كاتحاد الإعلام الحر لا يمكننا ضبط هذه الوسيلة أو صفحة فيسبوك. ليس لدينا تقنيات أولا، ولا لدى الإدارة هناك تقنيات تستطيع الوصول لصاحب هذه الصفحة، لأنها صفحة وهمية أساسا، وليس هناك اسم معين يمكن التوجه إليه بهذه الشكوى أو رفع
شكوى ضده. طبعا نحن لسنا مع التشهير بأي صحفي، لكن لا يمكن ضبط وسائل التواصل الاجتماعي بأي طريقة. تأتينا شكاوي بهذا الشكل، لا يمكن فعل شيء. يعني هو الصحفي نفسه يعلم أنني لا أستطيع فعل شيء، لأنه لا توجد لدي إمكانيات لإغلاق الصفحة أو لمساءلة صاحب الصفحة. هذه نوع من أنواع الشكاوي التي تأتينا، لا يستند على قاعدة يمكنني متابعة هذه الشكوى، لكن هناك شكاوي أخرى بخصوص المستحقات المالية أو بخصوص الفصل من العمل، بخصوص انتهاكات حول الحصول على المعلومة، حق الحصول على المعلومة. هناك شكاوي بهذا الشكل. طبعا نتوجه للجهة المعنية بالكتاب، لكن بعض الأحيان لا يتم الرد على هذه الشكوى أو الكتاب الذي أرسلناه للأسف. طبعا نحن من قبل نتوجه الجهة المعنية لا ترد بعض الأحيان، لكن في البعض الآخر هناك رد وهناك تجاوب، وأيضا تقدم اعتذارات بخصوص الانتهاك، وتحاول قدر الإمكان يعني تجاوز ذلك الانتهاكات. بعض الانتهاكات تكون فردية وبعض الانتهاكات تكون مدروسة للأسف. يعني هو نحن كعملنا هو ضبط حالات الانتهاكات، الدفاع عن حقوق الصحفيين إن كانت مادية أو معنوية، أيضا تنظيم العمل الإعلامي. يعني كنقابة نحاول قدر الإمكان تنظيم عمل الصحفيين ومساندتهم ومحاولة يعني الوصول إلى المهنية في العمل. طيب، هناك تجاوزات عديدة حصلت ضد عمل الإعلاميين في أماكن عديدة، آخرها كان خلال اعتصام في مدينة قامشلو. فصيل شبابي مقرب من الإدارة الذاتية اعتدى على عمل بعض الإعلاميين. أصدرتم أنتم بيانا بهذا الخصوص، كيف تابعتم الأمر لاحقا والنتائج التي خرجتم بها من تلك المتابعة؟ هل باعتقادك إصدار بيان كافي بشأن تلك الحادثة؟ بالتأكيد نحن لا نصدر بيان فقط، نتابع الموضوع بشكل خاص مع الجهة المعنية. نحن تواصلنا مع الجهة التي تم اتهامها بافتعال ذلك الانتهاك. تواصلنا مع إدارتهم، طبعا لاحقا نفوا أن لهم علاقة بذلك الانتهاك عبر بيان على صفحتهم الرسمية. أيضا تواصلنا مع إدارة الأسايش، ذهبنا أيضا إلى القناة التي تم الانتهاك بحقها. طبعا وجهنا لهم بعض التعليمات ليستطيعوا يعني الدفاع عن الممتلكات الخاصة بهم عن طريق إرسال طلب للقيادة العامة للأسايش بتخصيص أشخاص لحماية تلك المؤسسة. من حق أي وسيلة إعلامية أو أي مؤسسة إعلامية أو مبنى رسمي مرخص في الإدارة الذاتية أن يحصل على الحماية من هذه الإدارة، لأنها بالأساس هي المسؤولة عن حماية ممتلكات المواطنين والمؤسسات. لذلك نحن أيضا توجهنا بهذا الاقتراح للجهات المعنية وأيضا للوسيلة الإعلامية بالعمل على ذلك الأمر. طبعا من حق أي وسيلة إعلامية أو حتى أي شخص لديه ممتلكات أن يحصل على الحماية الكافية، لأن المسؤول عن الحماية هم الأسايش في هذا الوضع، باعتبار أن الإدارة الذاتية هي المظلة التي يعني المواطنين لديهم أمل تحمي الجميع. نعم، أن تحمي هذه الإدارة جميع الممتلكات. يعني نحن لدينا أساليب مختلفة عدا مسألة البيان. مسألة البيان هي مجرد
يعني إظهار رأي، يعني إبداء رأي كنقابة، نحن نبدي رأينا للعلن، لكن في الخفاء أو في أمورنا التنظيمية نقوم بالتواصل مع الجهات المعنية بشكل مباشر، مع القيادات وأيضا مع المسؤولين لحل المشكلة. سنكمل حوارنا هذا ولكن بعد هذا الفاصل. هذه الفقرة برعاية منظمة شار للتنمية ضمن نشاطات مشروع الشيان. رجعنا لكم مستمعينا عبر الموجة 103.5 وكل متابعين عبر صفحتنا على الفيسبوك عبر البث المباشر بوير عربي. رجعنا لنكمل حوارنا بالفقرة الحوارية. سأتوجه إليك بسؤال زميلي جاندي، هل شاركتم كوسيلة إعلامية أو كإعلامي في صياغة ومناقشة هذا القانون؟ طبعا كإعلامي أنا شاركت بجلسات معينة، ما عاد أتذكر عدد الجلسات، لكن كانت جلسات موجودة، كان في نقاشات حول هذا الإعلام. نعم شاركت. أهم النقاشات التي جرت أثناء تلك المناقشات؟ النقاشات الأساسية كانت عن موضوع كيف نصيغ مواد تكون إلى جانب الصحفي اليوم، تحمي الصحفي، كيف نحمي مصطلح حرية الصحافة بهذا المفهوم الكبير يعني بالمنطقة. هذا اللي كان الهم الأساسي بهذا الموضوع. عفوا. الموضوع الثاني كان موضوع المهنية اللي نحن ذكرناه بالبداية يعني، وكان هناك أنا رأيي كان بموضوع الجلسات، وبدي استغل وجود زميلتي كمان موجودة هون، يعني أنا كان رأيي إنه أبدا ما شيء صحيح وجود عدة نقابات واتحادات تابعة لجهات مختلفة أو حتى لو كانت مستقلة يعني. نحن بحاجة إلى نقابة واحدة تمثل شمال وشرق سوريا، أن يكون لها ميزانية مخصصة في الدولة أو عفوا في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، تكون ممثلة بمجلس الشعب، يعني ما بيعرفوا بالمجلس التشريعي. أنا عم قارن ما بين المصطلحات بالدول والمصطلحات عنا. فلازم يكون لها ميزانية مخصصة. لازم هاي النقابة تكون فعلا لها يعني أمور تنظيمية معينة يكون معترف فيها كجهة رسمية، لكن أن لا تكون تابعة يعني إداريا لأي جهة، لأنه لازم تكون مستقلة هاي النقابة يعني بالتعامل مع هناك قوانين وأنظمة تفرض عليها، وهذه القوانين والأنظمة لحتى تفرضها على الصحفيين المنضويين تحت لواء هاي النقابة، فلازم هي كمان تكون لها أنظمة وقوانين. نحن بحاجة جدا لهذا الموضوع، لازم الكل يكون مشارك يعني. مو أنت تكوني باتحاد معين وأنا أكون بنقابة معينة وهي تكون بنقابة معينة. هاي فوضى يعني، هاي مستحيل تصير. يعني مثلا بمصر في عنا شيء اسمه نقابة الصحفيين، في شيء اسمه نقابة الإعلاميين، يعني في نقابتين، في نقابة الفنانين وفي نقابة المغنيين مثلا المطربين. ففي تنظيم للعمل الإعلامي والعمل الفني وإلى ما هنالك، وهدول كلياتهم يعني متشابهين بمسألة التنظيم وموضوع التعامل. نحن لازم نوصل لهي الصيغة، يكون في نقابة. هاي رسالة ممكن تكون للإدارة الذاتية لحتى تشتغل على هذا الموضوع بشكل أساسي. وبتصور ممكن يكون في اقتراحات عند أستاذ يابين بهذا الخصوص، لأنه هذا ممكن يحمي الصحفي بكتير. يعني أنت رح يكون في عندك قوانين معينة تمشي عليها. ثانيا يكون عندك شيء اسمه ضمان اجتماعي، ضمان صحي. يعني أنا ممكن بعد 20 سنة أو 30 سنة أو ممكن أقل ما عاد أقدر أشتغل مثلا، فممكن أكون شخص مثلا عم يشتغل فقط بالإعلام، يعني محترف تماما بالإعلام. فأنا كيف ممكن يكون في مستقبل مضمون قدامي لحتى أنا أعطي كل ما لدي خلال هاي الفترة؟ فلازم نشتغل على هذا الموضوع من هلأ أنا برأيي لحتى ننظم العمل الإعلامي. النقطة الأساسية الثانية كمان بصراحة، لو تم تشكيل مثل هاي النقابة بالمنطقة راح تقل عمليات الانتهاكات، أكيد راح تقل. البيانات اللي عم تطلع من النقابات راح تكون أشد، راح تكون أكثر فعالية. راح يكون أساسا إلها لأنه هي معترفة تماما وهي جهة تعتبر شبه رسمية بالمنطقة، فراح يكون كلامها أقوى
من كلام النقابات هلا المتعدده والمختلفه، وممكن اللي بيناتها اساسا خلافات يعني بهذا الموضوع. نعم. خليني أعرف ملاحظاتك حول قانون الإعلام بشكل خاص واللائحة التنفيذية الخاصة بهذا القانون. يعني اللائحة التنفيذية حسب ما طلعنا عليها، طبعا ما لنا حافظينها ولكن مطلعين عليها، موضوع انه تعاريف معينة وآلية عمل معينة. موضوع مجلس التشكيل هو مكتب الإعلام أو مجلس دائرة الإعلام. يعني هو في وجود 7 أعضاء، يكون في انتخابات معينة يعني تمثل الإدارات المختلفة. بتصور يعني مثل ما قلت لك قانون الإعلام واللائحة التنفيذية ما في عليه أي كلام كتير أو كبير، يعني ممكن في جزئيات معينة ممكن نحكي فيها، لكن الهم الأكبر هو إنه كيف سنطبق هذه اللائحة التنفيذية، كيف رح نطبق قانون الإعلام، كيف رح نحترم قانون الإعلام بشكل أكبر، كيف واضعي القانون رح يحترموا قانون الإعلام أكثر من الناس اللي يطبق عليهم القانون. طيب برأيك من المستفيد من هذا القانون؟ الإدارة الذاتية أم العاملين في الحقل الإعلامي؟ الجميع يعني. في شيء اسمه يعني بصراحة بدي أقول لك إياها يعني في ناس برا البلد يعني بيشيعوا دائما بين الناس إنه ما في شيء اسمه إعلام بروجافا أو بشمال وشرق سوريا. في ناس برا البلد مو من مصلحتهم يكون في شيء، مو من مصلحتهم يكون في إذاعة اسمها بوير بصراحة أو غيرها من الإذاعات أو الوسائل الإعلامية. هن حابين يحتكروا المشهد الإعلامي والمشهد الثقافي والمشهد الفني وكل المشاهد، إنه نحن بس الموجودين، لأنه عدد المهاجرين خارج البلد صار أكثر ما شاء الله من عدد الموجودين. فهن حابين يعملوا مجتمع خاص فيهم هنيك، لهيك لازم هون ما يكون في شيء موجود. هذا التحدي أنا برأيي لازم نتغلب على هذا التحدي، لازم نكون أقوى من كل ما يحيط بنا. يعني هذا الموضوع مو موجه بس للإدارة الذاتية أو هن ضد الإدارة الذاتية، لا، هن ضد المجتمع اللي لازم يتكون وعم يتشكل هلا بشكل كتير سريع. يعني نحن نتاج حراك ونتاج حروب، نتاج مناهضة التطرف والعنف، يعني فكل هاي الأمور خلتنا تكون في تجربة بمسألة الإعلام خاصة. يعني فمن مصلحتنا يكون لما أبني وسيلة إعلامية معينة لازم تكون وسيلة إعلامية قوية. هل في إمكانيات؟ نعم في إمكانيات، سواء كانت مادية أو سواء كانت إمكانيات بشرية. فهذا الموضوع متعلق بالإدارة الذاتية وبوسائل الإعلام وبالناشطين وبالإعلاميين وبالمثقفين، وكل الناس لازم تشتغل على موضوع أنه تظهر هذه المنطقة بشكل أفضل مما هي عليه الآن. يعني في محاولات كتير كبيرة، في محاولات ذاتية، في محاولات من حتى من السلطة، في حتى محاولات من المعارضة. لكن مثل ما قلت لك هذا الوضع فيه تحدي ما بين الداخل والخارج. يعني للأسف إنه في هذا التحدي، في ناس حابين يسيطروا على المشاهد كلها ويحتكروا كل شيء، سواء كان على صعيد المنظمات سواء كان على صعيد الإعلام. أنا برأيي لازم ما نعطي فرصة لهذا الموضوع، لأنه الأساس الناس اللي عم تشتغل هون أو عم تشتغل لهون، فهدول لازم نشجعهم بشكل أكبر. يعني. سيدة أفين، شاركتم في مناقشاتنا وصياغة هذا القانون. أهم النقاط التي وقفتم عندها أنتم في اتحاد الإعلام الحر، ولصالح من كانت تلك هذه النقاط؟ طبعا يعني نحن شاركنا في صياغة القانون وأيضا في المناقشات. طبعا جميع الجلسات تقريبا أنا حضرتها. نعم. كان هناك بعض الآراء. بصراحة عند صياغة القانون توقفنا كثيرا على حرية الرأي والتعبير، حرية الصحافة في المنطقة. حاولنا قدر الإمكان أن يكون هذا القانون لصالح الجميع، خاصة نحن جهة ندافع عن حقوق الصحفيين، فكان من الهام جدا أن نتوقف عند هذه النقاط: حق الحصول على المعلومة، وحق حرية الصحافة، حق العمل، حق التعددية. يعني كل هذه الأمور تم النقاش حولها وتم تضمينها ضمن القانون. أنا أشارك زميلي في الرأي، أنا دائما نحتاج إلى جهة نقابية تكون لديها صلاحيات أكثر من كوننا كاتحاد. طبعا ناقشنا هذه الأمور عدة مرات للوصول إلى تلك النتيجة، أن يكون لدينا صلاحيات. نحن نعلم أن عندما
فرضنا إذا طبيب تخرج يجب أن يكون منتمي إلى نقابة الأطباء حتى يستطيع مزاولة المهنة. أيضا نحن كنقابة يجب أن كل شخص يعمل في الصحافة والإعلام يجب أن يكون منتسب إلى نقابة معترفة في مناطق الإدارة الذاتية، من ثم يمكنه مزاولة هذا العمل. نحن ما زلنا نناقش هذا الموضوع مع دائرة الإعلام ومع أيضا مع بعض جهات الإدارة الذاتية. نحاول الوصول إلى تلك الصيغة. نتمنى أن يكون هناك يعني تغيير لبعض القرارات في هذا المجال. طبعا كوننا اتحاد أو نقابة تدافع عن حقوق الصحفيين، فمن صالحنا أيضا أن تكون اللائحة التنفيذية وأيضا قانون الإعلام منصف لجميع الصحفيين. طبعا لكل صحفي هناك كما له حقوق لديه أيضا واجبات يجب أن يلتزم بها. كما ذكرت سابقا أن نحن استندنا إلى قوانين عالمية وقوانين ومواثيق دولية. قدر الإمكان هذا القانون جيد، لكن يبقى في التطبيق. طبعا نحن عن طريق إذاعتكم أيضا نتوجه لجميع الإعلاميين وأيضا المعنيين في الإدارة الذاتية أن يتم تطبيق هذا القانون بشكل أمثل، وأن لا يتم تجاوزه أو انتهاك بنوده. تحدثنا عن ملاحظاتكم حول صياغة القانون بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون. ما هي ملاحظاتكم حول اللائحة؟ اللائحة التنفيذية لم تصدر بعد، هي مجرد مسودة. تم النقاش حولها عبر تطبيق زوم مع بعض الإعلاميين. للأسف لم يشارك العديد من الإعلاميين، يعني كان عددهم قليل مقارنة بالعدد الهائل من الوسائل الإعلامية والإعلاميين في المنطقة. يعني كانت النقاشات إيجابية نوعا ما. هناك هي اللائحة التنفيذية تعتبر تكملة لهذا القانون أو تفاصيل لهذا القانون، هي تعاريف بعض النقاط أو المصطلحات الفضفاضة، توضيح لهذه المصطلحات. يعني هي من أجل يعني فقط توضيح بنود القانون، يعني ليست قانون بحد ذاته. لذلك هي قيد النقاش، ما زالت قيد النقاش. يعني بعد المناقشة مع الإعلاميين والصحفيين، دائرة الإعلام لديها هي أيضا مكاتب يجب أن تناقش هذه اللائحة التنفيذية مع مكاتبها الإعلامية في جميع الإدارات. ربما هناك لجنة قانونية يجب أن تطلع عليها، أيضا المجلس العام يجب أن يطلع عليه، وأيضا حتى يتم المصادقة على هذه اللائحة التنفيذية كما تم المصادقة على القانون. أعود وأكرر أيضا في كل شيء يجب أن يكون هناك آلية لتطبيق القانون. هو القانون تم انتقاد وجود قانون للإعلام، يعني بعض الإعلاميين انتقدوا لماذا يجب أن يكون هناك قانون للإعلام. طبعا أنا لا أسميه قانون، هو ضوابط للعمل الإعلامي في المنطقة، باعتبار نحن مناطقنا ما زالت قيد الإنشاء، هناك فوضى، هناك هجمات على المنطقة. يجب أن يكون هناك ضوابط للعمل الإعلامي، وليس من الخاطئ أن يكون هناك قانون للإعلام. في معظم دول العالم الراقية هناك قوانين يلتزم بها كل المواطنين وكل المؤسسات العاملة في تلك المناطق، ونحن لسنا على خلاف ذلك. يجب أن يكون هناك ضوابط لأي عمل لكي لا يكون هناك تجاوزات، يكون هناك طريقة للحد من أي انتهاك. يعني القانون لا أعتقد أنه يقيد من عمل الإعلام. تتحدث دراسات عن الواقع الإعلامي في مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن الأخطاء الكثيرة التي يقع فيها الإعلامي أو حتى الصحفي من خلال عمله في الميدان الإعلامي. رأيك في هذه الجزئية؟ نعم، أنا أوافق الرأي، باعتبار نحن كمنطقة كنا مهمشين على مدى عقود من الزمن من قبل
النظام الحاكم. نعم. كان الإعلام يقتصر على الإعلام الحكومي، على بعض الوسائل الإعلامية التابعة لحزب البعث أو للحكومة السورية فقط. أيضا كان هناك عائق أن يكون الطالب في الجامعة يستطيع أن يقدم في كلية الإعلام أو أن يعمل في كلية يدرس في كلية الإعلام. صحيح. ومن ثم حتى بعد التخرج لم يكن يستطيع العمل وفق الشهادة الحاصل عليها لأسباب أمنية. لذلك كان يتوجه يعني طلاب الجامعة إلى الفروع الأكثر مرونة ليستطيعوا العمل. يعني العدد القليل من خريجين الإعلام في المنطقة لم يزاولوا مهنتهم لاعتبارات سياسية، لاعتبارات أمنية، يعني مسألة الخوف. مارسوا أعمال أخرى ليس لها علاقة بالإعلام. أما بعد 2011 وهذا الضخ الإعلامي والكم الإعلامي اللي صار، المواطن الصحفي اللي ظهر وتوفر وسائل التواصل الاجتماعي بيد كل شخص، يعني ذكرنا أنه كان من الضرورة يكون هناك ضوابط. طبعا يعني وجود الكم الهائل من الإعلاميين لا يعني أن المهنية في هذا يعني في العمل الإعلامي. هناك دورات بسيطة تقام في بعض المؤسسات تابعة للإدارة الذاتية أو غيرها. هناك بعض المعاهد البسيطة أيضا التي تدرس يعني رؤوس أقلام من الإعلام هو يمكن أن نقول هو علم يجب أن يستمر بطريقة أو بأخرى، ويجب تدريسه بطريقة أكاديمية. الآن نلاحظ أن هناك المعهد العالي للإعلام مفتتح في جامعة روجافا، دخل سنته الثانية. نحن نتمنى أن يتم تخريج إعلاميين مهنيين بطريقة جيدة من ذلك المعهد. لدينا آمال أن يكون هناك في المستقبل إعلاميين مهنيين. طبعا هناك تجاوزات من قبل الإعلاميين لعدم معرفتهم بمهنة الإعلام والقوانين والضوابط التي يجب أن يلتزم بها. كما ذكرت هناك واجبات على الصحفي لا يعرفها. معظم الإعلاميين أيضا دخلوا هذا الوسط من أجل المعيشة، من أجل يعني هناك نسبة دخلوا الوسط الإعلامي لمحبتهم بهذا العمل، لكن هناك أيضا مجموعة جيدة من الإعلاميين دخلوها من أجل المعيشة، من أجل يعني الحصول مورد مالي. يعني لذلك ستخرج أخطاء كثيرة باعتبار نحن منطقة ما زالت يعني قيد الإنشاء. نتمنى في المستقبل أن يتم تجاوز هذه المسائل والأمور. أيضا هناك مقالات ودراسات لصحفيين عن المواد الإعلامية للمنابر والوسائل الإعلامية في مناطق الإدارة بأنها جميعها تشبه بعضها البعض، أي لا تطوير يلاحظ. رأيك بشأن هذا الأمر؟ نعم، أيضا هذا الأمر عائد لعدم المهنية، عدم المعرفة المسبقة بالعمل الإعلامي. هناك وسائل جيدة، أنا لا أشارك الرأي أن جميع الوسائل، لا أعمم. هناك بعض الوسائل استطاعت تخطي هذا الأمر، استطاعت العمل بمهنية، لكن بالمجمل كل وسيلة إعلامية هي مرتبطة بسياسة نشر محددة، لديها جهة ممولة، وهناك طبعا سياسة نشر أو إيديولوجية معينة يتم ممارستها ضمن هذه الوسيلة الإعلامية لهدف معين. لذلك لا أعتقد أن يعني التشابه ممكن أن يكون بطرح البرامج أو أساليب طرح البرامج أو استخراجها، لكن لا أعتقد أن سياسة النشر تشبه بعضها إلا في بعض الوسائل التي ممكن أن نقول أنها الجهة الداعمة لها هي نفسها، يعني هي جهة وحيدة، فلذلك سيكون هناك تشابه. أما عدا ذلك يعني الاختلاف موجود، لكنه لم يرقى إلى المستوى الذي يمكن أن نتحدث عنه أو نقارنه
دول أخرى. نحن بالنهاية وليدين 10 أعوام لا أكثر، لذلك سنواجه هذه العقبات أكيد. هناك دورات تدريبية كما ذكرت يمكن أن تحسن من هذا الأداء ومن أداء جميع الوسائل الإعلامية. سيدة أفين، الكثير من الأحيان هناك تصاريح خاصة وفسح مجال للتغطية الخاصة لوسائل الإعلامية مقربة من الإدارة الذاتية، أو حتى الإعلاميين لإعلاميين مقربين من الإدارة الذاتية. هناك مطالبات من قبل الوسائل الإعلامية بمشاركة المعلومات المتاحة للجميع وفسح المجال للجميع للتغطية وبدون محسوبيات. كيف تتابعون هذه المشكلة؟ وهل هناك نتائج حول هذا الأمر؟ أنا بصراحة لا أعتبرها مشكلة. من حق أي جهة أو مسؤول بين قوسين، يعني مسؤول معروف في المنطقة، أن يتوجه بالخطاب أو بالتصريح لوسيلة معينة هو يرى بأنها يمكن أن توصل هذه المعلومة لأكبر عدد من المشاهدين أو المستمعين، ويمكن للوسائل الأخرى أن تأخذ هذا التصريح من تلك الوسيلة واستخدامها والاستفادة منها. يعني من غير المعقول أن يخرج مسؤول على عدة وسائل إعلامية، ونحن نعرف الكم الهائل من الوسائل الإعلامية، حوالي 150 وسيلة إعلامية ربما أكثر مرخصة في المنطقة. الجميع يتواصل، يحتاج إلى معلومات. هناك وكالات، هناك التلفزيون الرسمي للإدارة الذاتية طبعا يجب برأيي أن يتم تصريح عبر الوسيلة الرئيسية أو الوسيلة الرسمية للإدارة الذاتية، ومن ثم من يحتاج إلى نفس التصريح يمكن أن يأخذه من تلك الوسيلة ويستفيد منه. يمكن أن يتواصل بطريقة ما إذا كان هناك لديه تساؤلات أخرى دون يعني أن يكون لقاء مباشر، مثلا يحتاج إلى معلومات معينة يمكنه أن المطالبة بها عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو الاتصال الشخصي. ربما يعني ذكرت أنه دائما نحتاج إلى وسيلة إعلامية تظهر أو يعني يكون لها متابعين كثيرين. يعني كمسؤول، يعني الشخص المسؤول ربما يفكر بهذه الطريقة. طبعا أنا مع أنه حق الحصول على المعلومة أن يكون متوفر لجميع الوسائل الإعلامية، لكن أنا أتحدث عن المسؤولين مسؤولين على مستوى عالي. لا يمكن الظهور دائما على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى الوسائل الإعلامية بشكل يعني كبير. أيضا هناك تجاوزات من قبل الإعلاميين تحديدا من خلال منصاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي حول التقارير والأخبار التي ينشرونها. أحيانا تكون بدون مصدر حقيقي، وأحيانا يكون الخبر كاذب، والكثير من المناشير لا تراعي قوانين وميثاق العمل الصحفي. رأيك بهذه الجزئية؟ وقانونيا كيف سيتم متابعة هذا الأمر؟ طبعا هناك بند في قانون الإعلام يخص الوسائل التواصل الاجتماعي، كيفية ضبطها، خاصة إذا كان الأمر متعلق بأخبار كاذبة أو نشر وبث خطاب الكراهية أو بث الفتنة عبر وسيلة التواصل الاجتماعي ولو كانت خاصة. نحن يعني اقترحنا هذا البند لأنه هناك تجاوزات بصراحة من قبل بعض الإعلاميين، ينشرون يعني منشورات مسيئة لبعض الأشخاص بحد ذاتهم، وأيضا ينشرون خطاب الكراهية نوعا ما عن طريق وسيلتهم الخاصة المنصة. الأخبار الكاذبة على الإعلامي أن يكون مهني حتى في نشر منشوراته الخاصة، لأنه شخصية اعتبارية، والعالم يعني أو المتابعين يثقون بما ينشره، لذلك سيكون له تأثير سلبي إذا كان هناك خبر
غير موثوق أو خبر ممكن أن يبث الذعر في قلوب المواطنين. يعني أن يكون حذر بتناول هذه الأخبار، أن يتأكد منها جيدا. أيضا إذا كان هناك يعني تأثير سلبي من الأفضل أن لا ينشر هذه المعلومة. طيب قانونيا كيف تتابعون هذا الأمر؟ نعم، قلت هناك بند يعني هناك مخالفة معينة يعني أنتم بتستنوا طبعاً. الشخص إذا حدا اشتكى على هذا الإعلامي، ولا أنتم عم تتابعوا عبر التواصل الاجتماعي؟ في عندكم لجنة خاصة إلكترونية تتابع؟ نحن كاتحاد الإعلام الحر لدينا لجنة متابعة، لكن هذا الأمر عائد إلى دائرة الإعلام، هم من يستطيعون مخالفة الشخص. أيضا لديهم مكتب متابعة، يمكنهم متابعة جميع الإعلاميين المرخصين في المنطقة، و يعني الاطلاع على منشوراتهم إذا كانت مسيئة أو لا، وأيضا تنبيههم إذا كان هناك مخالفات بهذا الشأن. سأنتقل إلى زميلي جندي. أكثر من إعلامي فريلانسر حصل على جوائز صحفية عالمية عن مواد عمل عليها لصالح وسائل إعلام عالمية. برأيك هل من الصعب على الوسائل الإعلامية المحلية إنتاج هكذا مواد؟ ما أنه مستحيل، ممكن يكون ما أنه صعب كمان، ولكن الموضوع هو يعني في وسائل إعلامية كتير منتشرة بشكل كبير بالعالم. نحن بحاجة إلى وقت ممكن ودعم أكبر سواء من الناحية المادية أو من الناحية المعنوية لهي الوسائل المحلية اللي عم تشتغل منذ يعني 2013 تقريبا بالمنطقة، لحتى أنه توصل لمرحلة كتير مهمة. أنا كنت حابب أحكي شيء معين عن هذا التفصيل بالذات. يعني هلا أنا كمان عم تابع يعني كل الشغل المحلي صراحة، في مواد وكتيرة تماما بتستاهل وبتستحق جوائز تماما. يعني كيف هيك؟ لكن مثل ما قلت لك في موانع عم تمنع انه هاي الوسيله الاعلاميه تكبر. يعني في موانع كتير كبيره. يعني الانتقال من حاله تغطيه الجبهات والحرب من الاعلام الحربي، يعني اذا بدنا نسميه، اذا بتلاحظي معظم اللي اشتغلوا من بدايه الحرب يعني بسوريا على موضوع الاعلام الحربي عم يلاقوا صعوبه كتير كبيره انه يشتغلوا بالمواد الاجتماعيه. بينما الناس اللي بدأوا بموضوع الإعلام الاجتماعي والإعلام المحلي والإذاعات والمواقع الإلكترونية المحلية، فهدول صار عندهم خبرة كتير كبيرة بهذا الموضوع. يعني بتلاحظي إنه الشخص اللي عم اشتغل بموضوع الجبهات ممكن هلا حاليا ما ظاهر بالشاشات وبوسائل إعلامية مختلفة. هذا ممكن يكون شيء طبيعي ونتيجة منطقية. لكن التواصل مع يعني الوسائل، يعني ما فينا نقارن نهائيا حالنا بوسائل إعلام أجنبية، لكن من حيث المحتوى ومن حيث المادة الإعلامية ومن حيث الإنتاج بصراحة في إنتاج يستحق جوائز. ما إنه هذا الإنتاج اللي كتير كبير، ولكن في بعض الإنتاجات وبعض المنتوجات اللي لازم تلاقي قدر معين. ممكن ما نقول جائزة عالمية، على الأقل إنه تكون جائزة على مستوى إقليمي على الأقل يعني. فلا في مواد وفي صحفيين بيشتغلوا بشكل جيد بهذا الموضوع. هل الفسحة الموجودة للعمل الإعلامي في مناطق الإدارة الذاتية كافية؟ وشو اللي لازم تقدمه الإدارة الذاتية؟ وبنفس الوقت شو المطلوب من الإعلامي؟ هلا بكل بساطة يعني أي شخص يقول إنه هذا هو سقف حريتك فأنت أكيد ما راح تسقف له. يعني دائما الصحفي لازم يقول إنه لا، هامش الحرية عندي يعني شوي نازل، لازم أعليه شوي. فدائما نحن يجب أن نعمل على مسارين. أول شيء نحافظ على هامش الحرية الموجود، ثاني شيء نعلي السقف. أنا ماني متفق مع زميلتي أدين بموضوع أنه المسؤول أن يصرح بوسائل الإعلامية الرسمية فقط، لأنه إذا كانت هيك معناتها الوسائل الثانية ما راح تحصل على أي سبق صحفي، وهذا من حقها. ما راح تكون متساوية مع غيرها من وسائل الإعلام. لكن متفق معها بنقطة أنه لازم المسؤول الكبير يعني إذا بدنا نقول مثلا القائد أو الجنرال مظلوم عبدي أكيد ما راح يطلع على 150 وسيلة إعلامية، فمن حقه يختار الوسيلة. لكن مو شرط تكون هي الوسيلة هي الوسيلة الرسمية. أنا هذا قصدي بالعقل، أنه ممكن
يختار أي إذاعة أو أي تلفزيون معين يعني. نعم. هذا النقطة الثانية موضوع الأكاديمي والإعلام. بصراحة أنا ماني شايف إنه الأكاديمية شرط أساسي بموضوع الإعلامي. الإعلام قبل كل شيء موهبة. ثاني شيء بيجي موضوع المطالعة والشغل تماما، الشغل الكبير والتجربة والتدرب والتدريب بنفس الوقت يعني. متفق معها بأنه موضوع التدريب بالمنطقة عندنا ما أنه كتير جيد، لازم يتطور. وهذا الشيء كمان ممكن يكون يعني اتحاد الإعلام الحر ممكن تعمل مشروع بهذا الموضوع بالتعاون مع وسائل إعلامية مختلفة أو مع منظمات مجتمع مدني لحتى تشتغل على هذا الموضوع بشكل احترافي. أو حتى يعني أنا بتصور إنه في مدربين جيدين عندنا بالمنطقة، إذا حتى كانوا رايدين إنه يجيبوا مدربين من مناطق مختلفة، فهذا كمان اقتراح ممكن يزيد من سوية الصحفي والإعلامي بالمنطقة. هذا من الشغلات اللي كنا. ست أفين، كانت لكم لقاءات وتوقيع بروتوكول مع نقابة صحفي إقليم كردستان. أهم النقاط في البروتوكول الموقع، هل بقيت حبرا على ورق أم ما زال هناك تنسيق ومشاركة في تطبيق البروتوكول؟ طبعا البروتوكول هو اقتراحات لتطوير العمل الإعلامي بين المنطقتين، منطقة باشور كردستان وأيضا روجافاي كردستان، باعتبار هناك معبر مشترك بيننا، هو لتسهيل دخول الصحفيين إلى مناطق إقليم كردستان بحرية، وأيضا دخول صحفيين من الجانب جانب باشور كردستان إلى روجافا بحرية. أيضا كان هناك نقاش حول يعني إنشاء أو تأسيس كونفدراسيون كردستاني يشمل جميع الصحفيين الكردستانيين، بغض النظر عن مناطق أنه يكون محصور في الأجزاء الأربعة من كردستان، جميع الصحفيين الكرديين في مناطق المختلفة في الدول الأخرى. أيضا هناك أيضا يعني مسائل الدورات التدريبية المشاركة أو رفض مناطقنا أو رفض مناطقهم ببعض الأكاديميين للدورات التدريبية. يعني هي بنود مقترحة نعمل على يعني أنه تنفيذها أو تطبيقها أو جعلها قيد التطبيق. حالياً ما زلنا على تواصل مع نقابة صحفيين كردستان، لكن هناك مسائل الكورونا من جهة، وأيضا الإشكاليات الحزبية بين قوسين بين الجانبين هناك أيضا، هذه تعرقل بعض الأمور، لكن لا نتوقف عند هذا الحد. نحن نتابع التواصل مع النقابة، نحاول قدر الإمكان أن نضع تلك البنود قيد التنفيذ. طبعا هي ليست بنود ملزمة، هي اقتراحات يمكن العمل عليها في المستقبل، وإصدار مثلا قوانين أو بنود للمعبرين على الجانبين لتسهيل عمل الصحفيين ودخولهم وخروجهم من المنطقتين. إلغاء رخصة عمل لوسائل إعلامية والسماح لوسائل أخرى أكثر شدة ولغة إعلامية ضد عمل الإدارة الذاتية، رأيك في هذا الموضوع؟ ذكرت سابقا نحن مع التعددية الإعلامية بغض النظر عن الوسيلة تابعة لأي جهة، لكن كما ذكرنا أيضا سابقا أن هناك خطاب كراهية. بعض الوسائل الإعلامية تستخدم خطاب الكراهية بشكل يعني مؤسف بصراحة. نحن لسنا مع أن يكون هناك وسائل إعلامية تبث خطاب الكراهية بين أي طرف ضد آخر. يجب أن يكون هناك مهنية في العمل، وهذه الأمور يجب أن تتم عن طريق تطبيق قانون الإعلام. يجب الحد منها عن طريق تطبيق قانون الإعلام، لأنه فيه بنود مخالفات خاص بخطاب الكراهية، بث الفتنة وكل هذه الأمور. أنا لست مع إغلاق أي وسيلة إعلامية، سحب الرخصة منها خاصة إذا كانت مرخصة سابقا. هناك أمور يعني طرق أخرى لمطالبة تلك الوسيلة بتغيير خطابها، يعني هناك إنذار، هناك تنبيه، هناك غرامة مالية، هناك أمور أخرى يمكن اتباعها بحق الوسيلة الإعلامية إذا لم تكن يعني
يعني الوسيلة الإعلامية قد قامت بعمل شنيع جدا لا يجب إيقافها. وسائل الإعلامية التي عملت في المنطقة بصراحة بمجملها عملت بشكل جيد، استطاعت إيصال الأحداث التي تحدث في مناطق روجافا بشكل جيد. قلت أن هناك بعض الوسائل الإعلامية تستخدم خطاب الكراهية ونحن ضد ذلك. نتمنى أن يعيدوا النظر بخطابهم الإعلامي، وأن تقوم دائرة الإعلام بمحاسبة كل وسيلة إعلامية بغض النظر إذا كانت تابعة للإدارة الذاتية أو خارج الإدارة الذاتية، يعني تطبيق القانون على الكل وليس على جهة مقابل جهة أخرى. نحن بحاجة إلى العدالة في هذه النقطة بالذات. نتمنى من الجهات المعنية الجهات التنفيذية تطبيق القانون على الجميع. القانون وضع ليطبق على الجميع بصراحة. زميلي جاندي خالدي، كلمة أخيرة تود أن تقولها في نهاية هذا اللقاء؟ يعني أود أن أقول أنه الواقع الإعلامي في شمال وشرق سوريا يجب أن يتطور بشكل أكبر. يجب أن نعمل على توسيع هامش الحرية الموجود حاليا. موضوع الأخطاء يعني التجاوزات التي ترتكب من قبل الصحفيين والإعلاميين، برأيي حتى ولو كان هذا الموضوع يعني مزعج بالنسبة لنا، ولكن بالنهاية هذول بشر يعني بدهم يرتكبوا أخطاء أكيد. لازم نتعامل مع هاي الأخطاء بحسب يعني الجزاء يكون من جنس الفعل، مو إنه شخص يعني عمل شغلة كتير بسيطة إنه تخلق له الوسيلة الإعلامية. الموضوع الثاني إنه يجب أن يعني على الإدارة الذاتية كمان مسؤولية كتير كبيرة، إنه يجب أن تعطي الحجم الحقيقي للإعلام بالمنطقة كسلطة رابعة، لأنه لحد الآن ما في أي سلطة رقابة ما عم تمارسها وسائل إعلامية موجودة عندنا أبدا نهائيا. بتلاحظي بوقت من الأوقات في قيمة كتير كبيرة للإعلام والإعلاميين، وبوقت من الأوقات هاي القيمة تنحدر تماما. ما بعرف حسب سياسات مين وحسب مصالح مين. فهذا الموضوع نتمنى أنه يكون في ثبات بموضوع أنه يجب أن يأخذ الإعلام والإعلاميين قدرهم قدر الإمكان، لأنه بالنهاية هدول الناس اللي عم يشتغلوا إذا ما كانوا الكل ولكن الأغلبية بيشتغلوا لحتى أنه يرفعوا من سوية المجتمع ويطوروا من المجتمع. وأتمنى دائما أنه تقل الانتهاكات تماما، لأنه ويقل التنمر على الصحفيين والتهديدات المباشرة وغير المباشرة عبر صفحات وهمية مثل ما ذكرت زميلتي أفين كمان، لأنه بيخلق زعزعة وعدم استقرار بالنسبة للصحفي، وبيفكر أول شيء بالهجرة يعني بالمنطقة. صحيح. شكرا لك. أيضا الأستاذة أفين، كلمة أخيرة في نهاية هذا اللقاء. طبعا من خلال بوير FM أيضا أتوجه للجهات المعنية في الإدارة الذاتية إلى الانفتاح بشكل أكبر على الوسائل الإعلامية وعلى العمل الإعلامي. التعددية الإعلامية أمر مهم جدا في مناطقنا، خاصة مع الأحداث التي تجري والضغوطات والتهديدات التي تواجه المنطقة. أيضا أتوجه إلى الإعلاميين عن طريق إذاعتكم أن يكونوا مهنيين أكثر في عملهم، أن يسلطوا الضوء على الحالة الاجتماعية أيضا في المنطقة. يعني نحن لاحظنا أن الإعلاميين، ذكر زميلي الإعلام الحربي، طغى على الوسائل الإعلامية. يجب أن يتم الترويج للحالة الاجتماعية الموجودة في هذه المنطقة، إظهارها للعالم، كيفية التعايش بهذه المنطقة بين المكونات الموجودة. أيضا الإدارة الذاتية وتجربتها يجب تسليط الضوء بشكل أكبر بالتعاون مع المسؤولين طبعا، لأنه ذكر يمكن فهمني غلط، أنا قلت المسؤولين بالمناصب العليا يحق لهم أن يختاروا الوسيلة الإعلامية. عدا ذلك أي تصريح أو أي إحصاءات أو أي معلومات خاصة بأي هيئة من حق كل الإعلاميين الحصول عليها. أنا قصدت فقط على المستوى العسكري والسياسي، المستوى الرفيع. طبعا من حق جميع الوسائل الإعلامية العمل بحرية والحصول على المعلومة من أي جهة كانت. وأتمنى الموفقية لجميع الصحفيين والإعلاميين
للإعلاميين وأيضا لكادر وير اف ام. شكرا جزيلا. هنا لا يسعني إلا أن أشكر ضيفي العزيزين الصحفي جاندي خالدي والسيدة أفين الرئاسة المشتركة لاتحاد الإعلام الحر على المشاركة في هذا الحوار. سنكمل فقرات عطر الصباح ولكن بعد هذا الفاصل. هذه الفقرة برعاية منظمة شار للتنمية ضمن نشاطات مشروع الشيان.